بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن زراعة وتسميد الذرة الشامية، اللي هي الذرة البلدي، اللي هي الذرة المصرية، اللي هي الصفراء والبيضاء، اللي هي الهجين الثلاثي والفردي، تابعة إلى العائلة النجيلية، مثل الذرة الشامية والذرة البلدي والذرة الرفيعة والأعلاف والدخن وديل القط والدنيبة والأرز وقصب السكر والشعير والقمح وعلف الفيل والذرة السكرية. ميعاد الزراعة بتاعتها بتزرع في شهور فبراير مارس ابريل مايو، اللي هي 2 و3 و4 و5 واحيانا شهر 6. طبعا بنحرث الارض حرث جيد، ثم بننزل الخدمة اللي هي 20 متر مربع او متر مكعب سماد بلدي خليط، زائد 200 كيلو سوبر، زائد 50 كيلو كبريت زراعي. ثم بنحرث حرثة تانية ونسوي، ثم بنخطط الارض بمعدل من 12 الى 14 خط على القصبتين. يحتاج الفدان من 10 ل 12 كيلو بذور تزرع بطريقة العفير أو الحريتي. طبعا العفير ديت زراعة ثم ري، والحريتي ديت بنروي الأرض قبل الزراعة بأربع 5 أيام، ثم بنروي أو نزرع الأرض وهي خضراء، ثم الرية التجرية الأولى من 4 ل 5 أيام. بعد كده رية المحياة بعد 21 يوم من الزراعة. يحتاج الفدان إلى 3 شكاير نطرات أو 3 ملح، أو 2 يحتاج إلى 2 يوريا أو 3 نطرات أو 4 ملح. ويفضل الاستخدام نطرات النشادر أو سلفات النشادر اللي هي 20.5% أو 33.5% بدلا من اللوريا في الأراضي الرملية، لأنها بتغسل عن طريق التبخير في الأراضي الرملية. يحتاج الفدان إلى 50 كيلو بوتاس بتوضع على دفعتين، ودفعة النطرات أو اللوريا أو الملح بتوضع على دفعتين برضو أو 3 دفعات كل ري. طبعا العزيق بيتم بعد 21 يوم من الزراعة. بعد كده بنخف الزراعة، بنخلي كل جورة فيها عود واحد. طبعا المسافة بين الجورة والأخرى من 25 إلى 30 سنتي، ثم بنخف بعدها. طبعا بعد العزيق بيتم وضع الخدمة الزراعية زي سلفات النشادر أو النطرات. بنحط طبعا 50 كيلو نطرات مع 25 كيلو ملح أو الري، ثم نسرسبهم بجوار الخط، ثم الري الغزير. بعد كده الرية التانية، طبعا بعد العزقة التانية برضو بنضع 50 كيلو ملح مع 25 كيلو بوتاس ونبدأ نروي. الرية التالتة طبعا بنحط 50 كيلو ملح أو 50 كيلو نطرات، وبعد كده نروي برضو. عمق الزراعة طبعا للنباتات بيكون من 3 ل 5 سنتي في الأرض. طبعا العزيق بيتم من الناحيتين أو من الرشتين، بحيث نضع الخط في خط الذرة في وسط بركة الذرة في وسط الخط حتى تمنع عملية الرقاق. طيب الأمراض اللي بتصيب نبات الذرة زي الآفات الزراعية والحشرات الزراعية زي المن والتربس بالرشاء أميدا كلبرايد أو ميسايل أو مادة اللمبادة أو مادة اللمبادة سيسرين. الدودة القاردة أو دودة الحشد طبعا بتصيب بالعوم الذرة، وبالرشاة طبعا ديت بمادة الكلوروبيروفوس حجن في البلعوم أو رش، ويفضل الحجن أفضل. وبنضع حوالي 20 لتر جاز أبيض في السمادة لمعالجة الدودة القاردة، أو في أحيانا الرش طبعا بالرش مادة الكلوروبروفوس، مادة الديازينون، مادة طبعا الميسايل 90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.